سلام البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ صحيحه؟ احوال كلشي بخير؟ المهم اليوم غنوريكم الجلالب والنوع ديال الخياطه ديال كل جلابيه. فحال هنايا هاد الجلابيه الغوص فوشي مخيطه بالرانده باللوايه، كتسمى اللوايه، وزادين عليها حجيرات في الجناب، حجيرات ومع الضرس في الجناب ديال واحد. كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا جلابه مخدومه بالحصيره، كتسمى حصيره بالرانده، وخدمه المعلم مع في الكمام حتى هي، والضريصات ديال واحد. الجلابه الزرقاء عندنا فيها طريزات باليد مع سلسله في الجناب اولا قرميطه. هنايا عندنا جلابه في الخضيضر حتى هي مخدومه بالحصيره والضريسات في الكميم كيف ما كتشوفوا. هنا هاد الجلابه ديال الاورانج مخدومه عالي عين عقده، مع دايرين طرز بالموزون على شكل وريدات زوينه ناسقه فيها الالوان. هنايا عندنا فيها طرز باليد والقب والكميمات فيهم الضرس ديال واحد مع السلسله اللي كتجي بطبيعه الحال مع كل شيء، وزوينه وما كديموضاش والسامبل. هنايا هاد السيده عرفات كيفاش تلاصق الالوان مع الموف، دخلت الصفيفر والزرق والخضر بارد لون ترابي مع البيستاش، وغدير معها بطبيعه الحال الزيف في البيستاش. هذه جلابه ولا اروع، الفريع الفروعي زوينه، دارت معها مولاتها الملوايه والضرس في اليدين والكمام. هنايا مولاتها لاصقه الالوان الغوز واللون الخزي او الزيتي، دارت مع اللوايه في الجناب والكوزه نقشاتها مزيان. وهنايا غنوريكم درس، يا ربي، طرز بالعقيق والحجيرات معاه غوز بيبي، جا مع هاد الالوان نجمعوهم. هنايا جاو فنين غزالين زوينين. دائما المراه المغربيه عزيز عليها تكون متالقه بالجلابه وتكون متالقه دائما في لباسها، وديما كتبغي تكون زوينه ومتوله.